مساء الخير. النهارده هنكلم الجزء الثاني من النحاس والحديد والزنك. اوكي. اول حاجه اللي بيحصل اللي بيحصل ان ان الزنك مسؤول عن المناعه، والزنك محتاجه البروستاتا والخصيه. اوكي. ومسؤول عن المناعه. خلاص. مهم جدا، اهم عنصر في الجسم. والزنك ما بيتخزنش في الجسم. ما بيتخزنش ازاي؟ يعني الجسم ما يقدرش يحتفظ بالزنك، عايز كل يوم تديله زنك باختصار. اوكي. لازم يكون في موازنة بين الزنك والنحاس. اذا زاد النحاس يقل الزنك، واذا قل الزنك يزود النحاس. وانا قلت ان النحاس بيعمل حاجة اسمها نقصه، بيعمل خوف، والخوف وقوة اقوى قوة دم دفع للقضيب هي اقوى قوة دم دفع للقضيب هي الكلى، وهي الكلى بتتأثر بمشاعر الخوف، والخوف نتيجة نقص النحاس. يعني ممكن يبقى واحد واحد خايف من قال لك خايف على البيزنس ده، ده خايف عشان عنده سبب. لكن في ناس بتخاف ما عندهاش سبب، تبقى على باب الله. اوكي. نقص النحاس يعمل خوف وهلع ووساوس واكتئاب. خلاص. وزيادته تعمل قيء واستفراغ. موجود طبعا الثلاث حاجات موجودين في الكبده. اذن ليميت. اوكي. كتر يعني فيهم الثلاث عناصر. الكبده فيها كل حاجه في الدنيا. احسن اكل للراجل هو الكبده ولحم الخروف. اكتر حاجه الخروف فيه حاجه اسمها الاحماض الامينيه التسعه اللي محتاجهم العضلات انها ما ترتخيش. اوكي. وقلنا النحاس نقصه ما يأثر على الكولاجين، فالعضله هترتخي نتيجه نقص النحاس. وقلنا النحاس موجود في الاكلات اللي هي الكبده والمحار الكبده والمحار والمشروم والسمسم والبطاطا الحلوه والشوكولاته السوداء. اوكي. قال لك النحاس ازن ليميت. اوكي. زاد النحاس زاد النحاس هيقلل الزنك، وزاد الزنك هيقلل النحاس. النحاس موجود، الزنك موجود في المنتج الحيواني بالكامل اللي هو اللحمه. يعني الزنك موجود في اللحمه، بس ما نكترش علشان عايزين النحاس. اوكي. طب احنا عشان ناكل النحاس نعمل هناكل مثلا اللحمه او اللي هي المنتج الحيواني، بس اللحمه بصفه خاصه اللي فيها الزنك المتين. اوكي. وخصوصا لحمه الخروف. هي